بالنسبة لواحد الحاجة تانية هما الحوايج ديالي والملابس ديالي النسائية والشنط والذهب، فأكيد أنا غادي نبيعهم. لأنه مثلا أنا جيت عند خواتاتي قلت لهم واش بغيتو السيكان لوي فيتون أنا وكلشي، حتى لي طالون اللي كانوا عندي ديال لوي فيتون، أو الملابس اللي كانت عندي كلها ماركات أصلية من لوي فيتون، من برادا، شانيل، كلشي عندي جميع البراندات. كاينين شي وحدين باقي بتيكي حتى اديداس، زارا، واخا هي ما غالياش ولكن كتبقى عندها قيمة مادية. فأنا أكيد خواتاتي ما بغاوش، قالوا لي حنا ما بغينا حتى شي حاجة من الماضي ديالك، حنايا بغيناك هكذا، وما بغينا لا ملابس ديالك ولا شنطك ولا ذهبك. فدونك انا قررت ان شاء الله انه الذهب غادي نبيعو كله عند محلات الذهب، والشنط اللي عندي لوي فيتون لانه مهمه. فاكيد انا بحكم انني عندي في العقل ديالي البيزنس، فاكيد غادي نبيع جميع الشنط ديالي عن طريق سناب شات او السوشيال ميديا اون جينيرال. فغنبيع الشنط ديالي ونبيع الملابس ديالي اللي عندها قيمه ماديه كبيره، باش نقدر انا نستثمر في شي مشروع اخر ان شاء الله. عندي شنط ب 7500 دولار، عندي شنط سيكان ب 7 المليون ونص، 6 المليون، 5 المليون، 3 المليون، 4 المليون، فهي مبالغ وربي يسهل لي فيه. فاذا انا ما غاديش نعطي حوايجي، لانه حتى باش نعطيهم راه ماشي مزيانه ليا. دونك انا كنفضل انني نبيعهم باش نستافد ماديا وندير داكشي اللي في بالي.